السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعرف مع بعضينا جميع التفاصيل عن البرسيم، يعني بالضبط كده باختصار هنعرف يمكنك ترباية الربيع، يعني تربي الربيع وتقدر تاخد منه برسيم في أنهي شهر. ليه هو الربيع ليه شهر محدد، البرسيم الحجازي ليه شهر محدد عشان أقدر أخد منه تقاوي. أيوة صح، ايوه المعلومه دي صحيحه، له شهر محدد انك تقدر تاخد منه المحصول، وباقي الشهور ما ينفعش انك تربيه خالص، فبيبدا يعملوه بلايت ويبدا يتوزع على في ناس بتاخد. لكن باقي الشهور دي اللي انا قلت لكم عليها، اللي انا قلت لكم عليها، اللي انت مش هينفع انك تجيب، زي ما قلت لك ان انت مش هينفع انك تودي ولا اي حد ولا ينفع انك تربي البرسيم. طبعا النهارده هنعرف ده كله، ونعرف الارداب بكام او الكيلو بكام، والارداب بيجيب قد ايه. التفاصيل دي كلها ان شاء الله هنعرفها مع بعضينا النهارده ان شاء الله، وهنعرف جميع التفاصيل عن البرسيم. بس قبل ما نبدا احب اعرفكم بنفسي. معاكم اخوكم ادهم من قناه عالم الزراعه. احلى مسا عليكم ان شاء الله. بس برضه ما تنسوش قبل ما نبدا، ما تنسوش تدعمونا باشتراك على القناة علشان يوصلك كل جديد، وتفعل الجرس وتعملنا لايك علشان يوصلك كل جديد عن جميع التفاصيل. وطول ما انت مش متابعني فانت فايتك كتير عن جميع الخضروات او جميع الفواكه او عن الزراعة عامة. هنبدأ دلوقتي يا جماعة بالصلاة على النبي. واول حاجة هنبدأ بيها انك ازاي تحشي البرسيم. والبرسيم بينتج معانا كل كام يوم، من يوم الحشة الى الحشة اقدر اخد منه برسيم قدي. يعني الحشة انا دلوقتي بحش على حسب برضو الحش بتاعك. يعني انت ممكن تحش حشة تعزز البرسيم عامة، يعني تعززها كده ما تديكش نمو غير بعد، ممكن تدخل معاك في 25 يوم او شهر عشان تدي معاك شوية الربيع دول. يا جماعة انا دلوقتي حاشش بقالي بالظبط يا جماعة، بقالي 9 ايام، وهو ده البرسيم الطبيعة. برسيم الطبيعة يا جماعة بيبدأ يديك من 9 ايام لحد 10 ايام تقدر تحصد وتقدر تحش البرسيم. طيب لو انا هربيه، ركزوا معايا يا جماعة في الحتة اللي جاية دي عشان الحتة دي معلومة مفيدة جدا. طيب لو انا هربيه علشان اخد منه تقاوي، وامتى الوقت اللي انا يمكنني وخادت فيه التقاوي، يعني اقدر اخد منه تقاوي في اي شهر بالضبط ان شاء الله تقدر تاخد منه، صلى على النبي، تقدر تاخد منه انتاج او تاخد منه تقاوي او تاخد منه محصول معاك يا جماعة. يبدأ من اول شهر 5، تبدأ من اول شهر 5 يا جماعة لحد اول شهر 11. يعني معاك 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 يا جماعة. بعد كده هيجي شهر 12 اللي هو الميعاد اللي بتزرع فيه البرسيم. انت كده ما يمكنكش يعني عامة يعني يا جماعة في فصل الشتاء عامة ما تقدرش تاخد من الربيع ده انتاج غير الانتاج اللي انت هتاخد منه بلايت. وطبعا اصحاب مزارعين البرسيم اللي فاهمين في الكلام ده او المهندسين هيعرفوا الكلام اللي انا بقوله ده. وطبعا لو عندك اي استفسار قول لي في الكومنتات وانا هرد عليك. كده عرفنا الوقت اللي انت يمكنك الزراعة فيه، او الوقت اللي انت يمكنك واخد تقدر تاخد منه البرسيم، تقدر تاخد منه يعني التقاوي. وعرفنا طبعا ان انت ازاي تقدر تحش ويديك كل كام يوم انتاج البرسيم يعني عامة. طبعا بعد ما قلنا المعلومات دي كلها، وفي طبعا معلومات كثيرة تانية عن الربيع وان شاء الله. والكيلو صح ماشي كام الكيلو الربيع ده يا جماعة ان شاء الله. لو انت حابب تعرف التفاصيل الباقية كلها اكتب لي تم، وانا هبعت لك الجزء الثاني من الفيديو عن اسعار البرسيم دلوقتي ماشي كام، او اسعار البلايت اللي هو البليتة
تمام يا جماعه بشكل فردي. البليته يا جماعه تبدا من كام لحد كام البلايد، وان شاء الله انا اصور لكم وانا بعمل بلايد، بس انا دلوقتي ما ينفعش اربيه. انا دلوقتي يا جماعه في شهر 4 وداخل على شهر 5. طبعا زي ما قلت لكم انا نقدر اربيه من اول شهر 5 ان شاء الله. الحشه اللي انا عم بعملها دي هي دي اللي هربيها يا جماعه، وان شاء الله هنعرف مع بعضينا التفاصيل كلها. بس ما تنساش تتابعني عشان يوصلك كل جديد. وطبعا دي حاجه اكيده انك تصلي على النبي.